السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. يا أخوان، اليوم كنت عم بدور في اليوتيوب في الفيسبوك في حلقة معينة بدي أعملها. عم بجمع المعلومات. عن طريق الصدفة شفت فيديو آه، كان في موقع لأحد الأشخاص المسيحيين، وحط هذا الفيديو. هو ما قصده يسيء للإسلام للأمانة يعني، لكن استغرب إنه معقول يكون هيك الدين الإسلامي. معقول يكون الدين الإسلامي هيك يعني يدعو لقلة النخوة لهي الدرجة. فلما تابعت الفيديو وشفته، والله يعني من أسوأ الحلقات اللي أشوفها بحياتي. من من أسفل الكلام اللي ممكن أسمعه من شيخ. يعني الكلمات تعجز عن وصف كلام هذا الشيخ، يعني اللي منافي للفطرة الإنسانية السوية. يعني أي إنسان حتى لو كان لا ديني، كان لا ديني، ما عنده أي دين، بيسمع هيك كلام بقول مستحيل يكون هذا الدين الصحيح. فحسيت إنه لزاما علي لازم أطلع وأبين تدليس هذا الشيخ، حتى لا يحسب علينا كمسلم والناس تهاجمنا وتهاجم ديننا. خلينا نشوف أول شيء كلام الشيخ اللي اسمه سالم الطويل. طبعا هو شيخ من أتباع التيار المدخلي، شيخ كويتي مع احترامي للكويت. نسمع كلامه ومنرد عليه. تحسبون جميعا وقلوبهم شتى، مشارب، مثل هؤلاء الذين ذهبوا بالأسطول اللي يسمونها الصمود. ديانات شتى، مذاهب شتى، وكفار، وحتى منهم من ينتسب الإسلام، مذاهب باطلة. على ماذا اجتمعوا؟ تحسبون جميعا وقلوبهم قلوب شتى. بل الواجب أن المسلم يوالي المسلمين لإسلامهم، يوالي المؤمنين لإيمانهم، ويبغض ويتبرأ من المشركين لشركهم، لكنها ما عندهم تمييز. فإذا انفتن الناس انقلبت عندهم الموازين. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يقول لك أبطال على ماذا؟ هل خرجوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله؟ كلا. كيف تتهم؟ لا، ما تتهمهم. شوف ذا الأسطول، اللي كافر واللي مشرك واللي كيف؟ إذن هم لا يمكن هذا الاجتماع لإعلاء كلمة الله، ولا هم حول ولا فكروا فيها. هذه واحدة. الثانية، هل خرجوا بإذن ولي الأمر؟ ما خرجوا بإذن ولي الأمر. حاجة كفتي عواية. يعني بدي أرحمكم من سماع بقية الفيديو. يعني هذا الكلام حرفيا يدعوك إلى الإقياء. والله يا أخوان يدعوك إلى الإقياء. الرجل عم ينتقد أسطول الصمود. هذول الناس اللي ركبوا السفن وركبوا البحار، تركوا بيوتهم، تركوا عوائلهم، غامروا بأنفسهم نصرة للمستضعفين في قطاع غزة. في ناس مسلمين من بعض الدول العربية والإسلامية، وفي ناس مسيحيين، وحتى في ملحدين أيضا ركبوا البحار نصرة للمستضعفين في قطاع غزة. فبيجينا هذا الإمعة وبنتقدهم. إيش الحجة تبعيته؟ الحجة تبعيته أولا إنه المسلمين أصحاب مذاهب باطلة وفرق باطلة، وما خرجوا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. أما الثانيين، القسم الثاني، فكفار وملحدين ولا دينيين، وما بصير المسلمين يعني يناصروا هدول، يعني أو ما بصير يعني يوالوا الكفار والمشركين. هي حجتهم. الحجة الثانية قال إنه ما أخذوا إذن ولي الأمر. طب بدي أرد على هذا الشيخ اللي اسمه سالم الطويل جزئية. أول شيء وقبل ما أرد عليه، هذا من أتباع الفكر المدخلي. شلون نشأ الفكر المدخلي؟ سريعا، عام 1990 في حرب الخليج، وأنا كنت شاهد على حرب الخليج، وكنت أنا يعني ساكن في السعودية في المنطقة الشرقية، تحديدا في الأحساء. صدام حسين غزا الكويت وبدأ يهدد السعودية أنه بده يغزو السعودية، وفعلا بلش يحتل بعض من الأراضي المنطقة الشرقية في السعودية. فبيجي الملك فهد بيستنجد بالأمريكان إنه بعثوا لنا قوات أمريكية. صدام حسين بده يحتل السعودية. فبتطلع هون
صحوة أو تيار كبير إسلامي سموه تيار الصحوة الإسلامية. مين تزعمه؟ الشيخ سلمان العودة الله يرحمه. فكرة هذا التيار انه نحن ضد الاستعانة بالقوات الامريكية، ونحن اهل السعودية قادرين انه نحن انفسنا، وهذا الفكر يعني انتشر في السعودية. فمين طلع فكر مضاد لهذا الفكر؟ فكر التيار المدخلي، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. طلع علينا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وقال يجوز الاستعانة بالكفار، يجوز الاستعانة بالمشركين، يجوز الاستعانة بالامريكان. حلو، ركزوا معي. طيب انتوا اساس طلعتكم حتى تصدروا فتوى بجواز الاستعانة بالامريكان. يعني ممكن عادي جدا نستعين بالمسيحيين حتى ينصرونا. طب شلون هلا يا شيخ سالم الطويل عم تقول لا يجوز لانهم كفار ومسيحيين ولا دينيين؟ يعني وقت ما بدكم تحللوا حللوا، وقت ما بدكم تحرموا بتحرموا. الامر الثاني قال لك انه مذاهب اسلاميه فاسده وضاله، وقال شافهم. ليش يعني انت بتشوف عقيده الشخص او بتحكم عليه من الرؤيه؟ يعني انت ايش عندك اشعه تحت البنفسجيه بتشوف الواحد، بتشوف اذا هذا عقيده اسلاميه صحيحه ولا لا. انا شخصيا يا اخوان بعرف ناس جزائريين عندهم عقيده اسلاميه نقيه نحسبهم على صلاح والله حسيبهم، يعني اطباء، يعني اصدقاء اخوي الصغير. بعدين بقول لك انه ما اخذوا اذن ولي الامر، ما اخذوا اذن ولي الامر. طب انت ايش عرفك؟ يعني على مستوى الجزائر الحمله كانت بعلم السلطات الجزائريه، وراحوا بعلم السلطات الجزائريه، ولما اجوا نفسهم هذول النشطاء الشعب استقبلهم من المطار استقبال الفاتحين. فهذا يدل ان طلعوا بدون ما يعصوا ولي الامر، اذا يعني اخذنا حجه انه لازم ناخذ اذن ولي الامر. يعني والله يا اخوان هدول الناس هدول خطرهم على الاسلام والمسلمين اشد من خطر الكفار والمشركين على حد قوله. يعني هذا تشويه للدين الاسلامي. انا شفت الفيديو في صفحة هذا الأخ المسيحي وما قصده يشوه الدين الإسلامي، لكن شفت التعليقات كلها استنكار وشجب وإنه إيش هذا الدين المنافي للأخلاق والمروءة. لأن فعلا كلامه هذا منافي للأخلاق، منافي للمروءة، منافي للفطرة الإنسانية. لك والله إذا بتجيب واحد عايش بالغابة هيك ما بيعرف بوجود الله، بس هيك عم بسمع كلامه بقول هذا الكلام لا لا لا، هذا في شيء خطأ. أنت قاعد لي بالكويت تحت المكيف آمن مستأمن، كرشك مترين معبى كبسة ومعبى شحمة ولحمة، وعم تنتقد لي هؤلاء الأحرار اللي تركوا بلدانهم وتركوا رفاهيتهم وأولادهم وأطفالهم وسياراتهم وأعمالهم وغمروا أنفسهم ركبوا البحار حتى يستنصروا اخواننا المستضعفين في القطاع، بالوقت اللي انتم خذلتوهم يا مشايخ السلطان، يا مشايخ اتباع التيار المدخلي. لك ما في اسوأ منكم. لك هي الازمه الاخيره عرضتكم تماما بين وجهكم القبيح القذر. والله انا عندي هي السويديه، هي الامراه الناشطه السويديه المسيحيه الكافره على حد وصفك لها، وان هيك شحوطت بشوارع فلسطين وذلوها اليهود وخلوها تبوس العلم الاسرائيلي. عندها رجوله وعندها مروءه وعندها انسانيه اكثر منك بكثير، لدرجه ان انت لا تساوي شسع نعلها ولا نعل رئيس كولومبيا ولا رئيس فنزويلا. عيب استحي على وجهك. ليش من ايمت لازم المسلم يناصر فقط المسلم؟ يعني انا فرضا اذا كنت مستضعف وجاني واحد مسيحي ولا جاني واحد بوذي، لك يا اخي نصيري شاد انا بطلع بحكي عن نصيريه، بس انا اذا كنت مستضعف ومظلوم وجاني واحد نصيري بقول له لا لا انت مالك مسلم ما بصير تساعدني؟ هذا منطق؟ هذا منطق؟ مو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم استنصر ملك الحبشي النجاشي؟ مو استنصر ملك الحبشي النجاشي؟ وملك الحبشي النجاشي اللي كان مسيحي آوى المسلمين وحماهم من اولاد عموميتهم، ويمكن لو ما كان حماهم كان ما ضل شيء اسمه اسلام. والله يا اخوان انا مالي شيخ، والله مالي شيخ وما قرأت بشريعة إلا بالجزء اليسير. يعني أنا مالي شيخ أنا، لكن الكلام اللي عم يحكيه هذا كلام منافي للمنطق، منافي للفطرة الإنسانية السوية، منافي لكل شيء جميل. كلامه جدا قذر يا أخي، كلامه جدا قذر. يعني ما بتساوي خير وعم تمنع من عمل الخير وعم تشكك بنوايا الناس اللي عم تعمل الخير. شيء غريب. هاي رسالة لأي شخص بشوف هذا الفيديو. سالم الطويل هذا ما هو شيخ إسلامي. الدين الإسلامي دين يدعو للمروءة، دين يدعو للرجولة. 3/4 الدين الإسلامي بخليك يدفعك دفع أن تكون رجال،
تكون عندك صاحب كرامة، تشعر بأخوك المسلم. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله لا يؤمن أحدكم من بات شبعان وجاره جوعان. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كل الكلام اللي عم يحكيه ضد الأحاديث الشريفة. عليك من الله ما تستحق يا سالم الطويل، أنت وأتباع التيار المدخلي الخبيث. هذا كل شيء هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.